السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو ان شاء الله. كنتمنىكم تكونوا بصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الحليوة ان شاء الله بمناسبة العيد، وهاد الحليوة كتجي غزالة تبارك الله ما شاء الله، كتجي زوينة، ممكن توجدوها في المناسبات ديالكم، مهم في الاعياد، مهم حلوة كتجي غزالة ما شاء الله. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنايا في المقادير عندي 2 كيسان ديال بسكويت مطحونين كما كتشوفوا، قياس ديال العنبة. عندي 2 كيسان ديال كاوكاو محمر ومطحون، ونصف كاس اخر على هذا الشكل هذا، يكون مطحون ما يكونش منيل. المهم كما كتشوفوا هاد الطريقه هذه، 2 كيسان ونص ديال الكاوكاو، 2 كيسان ديال البسكويت، ونص كاس ديال الزنجلان محمر وما يكونش مطحون بزاف، بحال هاد الطريقه هذه، يكون غير شويه. مهم نصف كاس. هنايا عندي القشور ديال الحامض، عندي 2 المعالق ديال الزبده مذوبه، قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وعندي شويه القرفه، فتيفته القرفه باش تعطينا داك لوغو. هنايا عندي فتيفته الخميره شويه انا راه هنايا العاشقه قربتها للكاميرا كتبان كثيره، ولكن راه فتيفته ديال الخميره. وكنبسبس الخليط ديالي مزيان، كتدخل ليه ديك الزبده والمكونات. هنايا بيضه كومبلي غنديرها، وعاد نخلط، ومازال غنزيد ابيض البيض على حسب المكونات اللي عندكم. الا تجمعوا راه هذاك الشيء اللي كاين، ما تجمعوش راه غادي نزيدوا الابيض البيض. هنايا زدت ابيض البيض، هنايا عندي 2 المعالق ديال السنيده، كنت نديرها في الاول مع الخليط ولكن كان صونا ليا التليفون وصافي، دابا عاد ضفتها ماشي مشكل. 2 المعالق ديال السنيده، وكنخلطو بحال هكا، كنعركو داك الخليط مزيان حتى كيدخلوا لينا دوك المكونات ويتعلك لينا العجين، تعلك مزيان. هنايا في هذه الحاله غادي نزيد ابيض بيضه اخر، حيت دابا هزات ليا بيضه كومبلي وجوج البياض البيض على حسب المكونات اللي عندكم. هنايا غادي نعركها مزيان باش تعلك وتخرج، وداك الكاوكاو يخرج داك الزيوت ديالو. كما تشوفوا العجين ديالي هكا على هذا الشكل هذا، راهي ولات كتجمع، جات معلكه صراحه، كتجي زوينه غزاله بزاف. كنتمنىكم تجربوها. هنايا غادي نبدا نكور العجين ديالي. هاد العجين هادي ما نخليوهاش ترتاح
في البلاصه كنكوروها وكنبداو مني نساليو ديك الكويرات ديالنا. غادي نبدا ندير دوك الصبيعات كل واحد والشكل كيما بغى يديرها. الا بغيتو ديروها بحال هكا وتفندوها في الزنجلان ديرو، بغيتو ديروها هكا صبيعات كيما غندير ليها انا، هذاك الاختيار ديالكم ماشي مشكل، كل واحد وكيفاش بغى يديرها. بالنسبه لهاد الصبيعات هادو كندوزوهم في الزنجلان خضر. انا دوزتهم في هذا الزنجلان هذا الابيض ديال مصر كيجي زوين، ولكن الا بغيتو ديروا الاخر ماشي مشكل. وإلا ما شفتش لكم الزنجلان ممكن ديروها في الابيض البيض ودوزوها في الزنجلان. انا في هذه الحاله راني كندوز ديريكت بلا ابيض البيض كما كتشوفوا. وكنستف اللاطه ديالي هنايا. ملي كملت الصبيعات ديالي غندخلهم للفران 3 دقائق حتى 4 دقائق من التحت، ونطفيو من التحت ونشعلو عليها من الفوق نفس الطريقه من 3 دقائق حتى 4 دقائق. ما تخليوهاش في الفران بزاف باش ما تنشفش لينا. كتجي على هذا الشكل هذا وكتجي زوينه بزاف. المهم غادي ناخذ العسل ديالي ان شاء الله، غادي نسخنه في قلبوطه ونخليه حتى يبرد، وغتلاقاو معايا بعد ما نوجد الحلوى ديالي. كما كتشوفوا هنايا العسل ديالي درته فوق البوطه دفا شويه، ولكن ما نخلوش سخون حيت الحلوى ديالنا سخونه، يعني يكون العسل ما يكونش قاصح على هذا الشكل هذا، ما يكونش قاصح باش ما يهرسش لينا الحلوى ديالنا. المهم كنسخنوه فوق البوطه ونخليوه حتى يبرد ونديرو فيه الحلوى ديالنا سخونه. كما كتشوفوا كنديروا هذا التعسل. العسيله كتكون خفيفه ما كتكونش قاصحه، يعني الا كانت قاصحه راه كتهرس لينا الحليوه ديالنا. وكنستمروا حتى كنكملوا الحلوى ديالنا كامله ونسقطروها هكايا. هذه هي الحلوى ديالنا. كنجيبوا هاد الكاعط كنديروا على شكل اوفال. كيكون كيتباع الكاعط اوفال، ولكن انا ما متواجدش عندي في الدار وما عنديش الوقت باش غنمشي نجيبو. شديت غير هاد الكاعط العادي وقديته على شكل اوفال وغادي ندير فيه الحلوى ديالي. صافي وغنبدا نستف الحلوى ديالي هكا في الكويعطاس. الحلوى كتجي غزاله بزاف وزوينه، تصلح لجميع المناسبات صراحه، زوينه وكتستاهل التجربه وما تندموش عليها لا جربتوها. كنستمروا حتى كنكملوا الحلوى ديالنا. هي كي كتجي انايا هاد المكونات اللي درت خرجت لي 34 حبه، يعني ما كيجي فيها لا كسور لا والو. كما كتشوفوا ما شاء الله كتجي غزاله ولوغو يا سلام والله، واحد الريحه فيها ما نقولش لكم حتى تذوقوها وغادي تعرفوا علاش كنهضر. وما تنساوش خليوا لي لايك ديالكم. كنقول لكم اختي وخويا مرحبا بكم، اشتركوا في القناه علاش لا، وخليوا لي لايك ديالكم والتعليقات زوينه بحالكم. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى لكم كيف ديما السعاده والتوفيق في الحياه ديالكم، وشكرا لكم.